يا مساء الهنا. جايبه لكم النهارده طبق ما بنستغناش عنه نهائي، لا في فطار ولا في غدا. جنب حبه طعميه سخنين، جنب حبه فول، الله الله، جنب حبه ملوخيه اللي انا بحب اكلها بيه الطبق ده. طب عباره عن ايه بقى؟ هنعمل النهارده يا جماعه حبه ليمون مخلل تاكليهم وانت واقفه. اول ما بنعمله بناكل منه على طول، ما بنخزنش مثلا شهر واتنين وتلاتة، لا ما عندناش الكلام ده النهارده. ما بنسيبوش مثلا 15 يوم، لا احنا هنعمل الليمون المخلل هناكله واحنا واقفين في بيوتنا. تمام. طب عبارة عن ايه؟ انا معايا نص كيلو من الليمون. بصي يا جماعه، هتجيبي الليمون الاصفر، الليمون الاصفر تمام، وتكوني منقيه كويس. نغسله حلو جدا ونحطه في ميه بتغلي ونسيبه تلت ساعه على النار، تلت ساعه. بعد تلت ساعه انا بصفيه من الميه اللي بتغلي، بحطه في ميه من الحنفيه لمده نص ساعه، بعدين بغير له الميه وبغسله كويس جدا جدا. تمام. وبجيب السكينه وبقسمه نصين، بقسمه نصين زي كده، وبشيل بالمعلقه البذر اللي فيه. عادي يعني، هناخد في ايدينا مثلا 5 دقايق 10 دقايق، بتشيلي منه البذر احسن ما تضربيه كده ويجي مثلا تحت درسنا معرفش ايه، لا احنا نشيله احسن، دي نصيحة مني يعني. معلش هنزود 5 دقايق 10 دقايق كمان، بس هناخد حاجة افضل. تمام. ده الليمون بتاعنا. حلو. طب هنضيف ايه على الليمون؟ هنضيف جزر مبشور، فلفل حار على بارد لو حبة، وهنضيف حبة البركة والعصفر، تمام، معلقتين معلقتين، ومعلقة توم كبيرة، والزيت ده في الآخر، والخل 3 معالق كده من الخل حلوين. طيب هنعمل ده كله فين؟ في الكبة. يلا على الكبة، يلا بينا. هنجيب الكبة بتاعتنا اهي، تمام، وانزلي يا ست البنات دي نص كيلو الليمون اللي احنا سلقناه، وانزلي بقى عصفر، جزر، فلفل، والثوم، تمام، ونروق. وهنضيف حبهان والخل، كل ده في الكبة، وريحي دماغك، ما تضربيش حاجة وتسيبي حاجة، وده لوحده وده لوحده، كله في الكبة، واتعاملي يا ست الكل. تمام. واضربيه بقى 3 دقايق في الكبة بتاعتك، 3 دقايق ما بياخدش وقت خالص. نجيبه هنا. بصي هتاكلي احلى حبة ليمون من الاخر النهارده. بصوا يا حلوين، انا ما بضربش جامد، ليه؟ بخلي كده حته الليمونه تكون باينه ماشي، عشان اعرف كده اكلها واستمتع بيها، ما تبقاش كده مهريه، ما تضربوش كتير، نصيحه مني. انا حباه كده بصراحه، انت لو عايزه تضربيه وتنعميه اكتر من كده تمام، لكن انا عايزه يعني حته الليمونه كده تبقى باينه. هوريها لكم دلوقتي، وانت زي ما انت عايزه يعني، بس ده رايي يعني. عايزه تضربيه خالص تمام، تنعميها خالص اوكي، لكن انا عايزه، بصوا الليمونه باينه ازاي، انا عايزه كده، مش عايزاها تكون مهريه خالص يعني. بصوا اهي حته الليمونه اهي باينه اهي، تعرفي تطلعيها وتاكليها، فاهماني؟ طب يا شيخ ما حطيتش الملح، هنحط الملح. شوفي بقى، عايزه تخزنيه في برطمان تمام، علبه بلاستيك زي ما انت عايزه. عامه النص كيلو ده مش هيقعد عندي اسبوع اسبوع وايه هيخلص. انا والولاد بنحب المخللات جدا جدا جدا. تمام. حبه كده ملح حلوين، حط معلقه او حاجه كده اهو. تمام. عايزه اقول لكم يعني، بصوا الالوان، الشكل، الالوان بجد يفتح النفس. طبق ليمون مخلل حكايه، صدقوني هتعملوه وتدعوا لي، مش هتدعوا عليا، تدعوا لي. بصوا الشكل يا جماعه. حطي بقى في علبه، حطي برطمان زي ما انتي عايزه. انا هحط هنا في علبه، هخزن في علبه. الله 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 بجد على الريحه وعلى الالوان يا جماعه.
الالوان بس تفتح النفس على الاكل، الوانه كده تحفه. بصوا شكله، بصوا شكله. حطي بقى يا ست البنات الزيت من على الوش، حطي كده الزيت على الوش. عملنا طبق ليمون مخلل في ثواني ولا لا؟ ايه يعني لما يقعد تلت ساعة على النار يتسلق؟ ايه يعني؟ ايه يعني لما نقعد نشيل كده البذر منه 5 دقايق 10 دقايق؟ بس عملتي احلى حبة ليمون ولا لا؟ وركنتيه عندك في التلاجة، والله الله الله، وكمان بره التلاجة ما قالش لا. تحفة 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 بجد، وريحته جميلة جدا. يلا اعمليه وكليه جنب حبة ملوخية. يلا دلوقتي حالا حبة طعمية سخنة على الصبح. الله الله الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. باي.